تكرر نفس الغلط تاني مع ال AI. بين 2015 و 2022 اتضاعف الاستثمار في الذكاء الاصطناعي 7 أضعاف. أسهم شركة نيفيديا زادت السنة اللي فاتت بس بنسبة 80%، بمعنى إن الناس شايفة إن المستقبل في تطور الشركة وتطور ال AI. فقامت شركة ديلفيا الكندية للاستثمار أعلنت إنها هتتوقع إيه هي الشركات اللي هتكبر قبل ما الشركات دي تكبر فعلا باستخدام الذكاء الاصطناعي، عشان الناس تلحق تستثمر فيها بدري وتكسب فلوس. لكن لجنة الأوراق والبورصات المالية ال SEC غرمت الشركة $250,000,000 لأن كلامهم عن الذكاء الاصطناعي كان كله كذب. ده بالظبط اللي حصل سنة 1995، واللي كان يعتبر العصر الذهبي للمواقع الإلكترونية، خصوصا مواقع التجارة الإلكترونية اللي وعدت مستثمرين كتير بأرباح خرافية، واللي مع الوقت ظهر حقيقة المواقع دي على إنها مجرد آمال أكتر من كونها حقيقية.